امتهنت جريمة خطف الأطفال، تستغل ظروفهم، تغريهم وتخدعهم لتضحي بهم في حروبها الخاصة، مخالفة بذلك كل القيم الإنسانية. لا تزال منظومة حزب العمال PKK المصنفة على لوائح الإرهاب العالمية وعبر الشبيبة الثورية الفاشية مستمرة بخطف أطفال الكرد في كردستان سوريا وتجنيدهم واستخدامهم وفق ممارساتها البعيدة كل البعد عن أي مشروع قومي كردي. بعد خطفهم وإرسالهم إلى المعسكرات، تبدأ معاناة الأهل في البحث عن فلذات أكبادهم أو معرفة أي معلومة عن مصيرهم، وكما هي العادة تستمر منظومة PKK وأذرعها في إنكار علاقتهم بالخطف. بعد مدة تطرق الجنات أبواب الأهل ليصدموهم بنبأ استشهاد طفلهم. القاصر محمود حاجي درويش ضحية أخرى من مواليد مدينة عمودة بكردستان سوريا عام 2002. اسمه الحركي جمال عمودي، كان يعمل في تصليح السيارات مع ابن عمه عام 2017. خرج صباحاً إلى العمل ولم يعد. خطفته الشبيبة الثورية الفاشية مع جار قاصر هو الآخر، وأخذوه فوراً إلى قنديل. لمدة 5 سنوات بحث الأهل دون جدوى، لم يعطي مرتزقة PKK أي معلومة تشفي غليلهم. قبل مدة طرقت جنات باب الأهل ليخبروهم نبأ استشهاد طفلهم، نفسهم الذين أنكروا سابقاً علاقتهم باختطافه ومعرفة مكانه. وحين طالب ذو القاصر محمود حاجي درويش مرتزقة PKK بجثته، كانت الإجابة: لا توجد جثة.